بسم الله الرحمن الرحيم، وسهلا بكم في فقره جديده من فقرات الكره مع الجوكر. وطبعا يا اخوانا قبل ما نبدا فقرتنا ما تنسوش تدعوا لاخواتكم شهداء غزه، شهداء لبنان، وربنا يا رب يحفظ اليمن السعيد، وربنا ينصرهم وينصر اهل غزه على من عداك ومن خذلك. طبعا يا اخوانا هنبتدي بمباركات. طبعا الف مبروك لنهضه بركان. نهضه بركان منذ قليل ختم طبعا الكونفدراليه وتوج بطلها للمره الثالثه في تاريخه بعد تعادله امام سيمبا التنزاني في الدار البيضاء. طبعا استفاد من فوزه في ملعب نهضة بركان في ملعبه وسط جماهيره بهدفين مقابل لا شيء. ألف مبروك نهضة بركان. وطبعا هننتظر الفائز من بيراميدز وصن داونز. طبعا يا اخوانا هنتكلم على بيراميدز وصن داونز. هو بيراميدز انجز نص المهمه، ونتمنى يا رب انه ينجز النص الثاني هنا في القاهره. تعادل امام صن داونز في بروتوريا. طبعا ريبيرو وضع الهدف التقدم، لكن وليد الكارتي في اللحظات الاخيره بيضع هدف التعادل. بيراميدز لعب مباراه حلوه الصراحه، وكانه اتفرج على مباراه الاهلي وصن داونز هناك. هو ماتش الاهلي كان تريكاه شويه، لكن بيراميدز لعب المباراه على اكتر من فتره، وده اللي نفع بيراميدز. وده طبعا الف مبروك. طبعا تعادل بالنسبه له مثمر جدا. طبعا يعني التعادل السلبي هنا يصعده، لكن ما اظن السلبي هنا. بالتوفيق ان شاء الله لبيراميدز. طبعا هنتكلم على الدوري المصري. والدوري المصري نادي الزمالك وفوز بطعم عودة الثقة لنادي الزمالك. فوز مهم جدا أمام بتروجيت بثلاثية مقابل هدف. المباراة طبعا شهدت عودة شيكابالا من الإصابة، وكمان عودته للتهديف هدف ولا أروع ولا أجمل. طبعا بدأ المباراة هدف بتروجيت عن طريق رشاد المتولي. طبعا على فكرة يا أخوانا النادي الأهلي عينه على هذا اللاعب. كمان بعدها بدقيقتين ركلة جزاء وضع بها حسام عبد المجيد. طبعا في أوائل الشوط الثاني وضع أبا إيشو الهدف الثاني، قبل طبعا أن يأتي في نهاية الربع الأخير من الشوط الثاني والمباراة يضع شيكابالا هدف جميل جدا ولا أروع ولا أجمل. كمان ميمي عبرازي وأول فوز مهم ليه كمان للنادي المصري. النادي المصري يستعيد المركز الرابع بالفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف. كمان يعني يدخل كده في المنافسة كمان فريق سيراميكا كليوباترا بالفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل لا شيء. طبعا اخوانا بقى نيجي للنهائيات، لكن قبل ما نيجي للنهائيات برضه نابولي يحزم الجدل ويفوز ويتوج بالدوري الايطالي للمره الرابعه في تاريخه. طبعا فاز على كالياري، وكمان انتر فاز على كومو. لكن يعني قلناها والله العظيم، قلناها من الاول، الدوري الايطالي مش هتعرف مين بطله الا في الجوله الاخيره، وده فعلا اللي حصل. طبعا مبروك لفريق نابولي زهره الجنوب. طبعا كمان هنخش بقى على الكؤوس، وشتوتجارد يتوج بالكأس الألماني طبعا بعد سنين عجاف. وكأن الموسم ده كأن السنة دي سنة جبر الخواطر، يعني لو نلاحظ أندية مش متوقعة هي اللي بتتوج بالبطولات. طبعا شتوتجارد فاز على فريق أرمينيا برينفيد بأربع أهداف مقابل هدفين. كمان أبردين الفريق الاسكتلندي اللي من 1990 متوجش ببطولة بيتوج بكأس اسكتلندا أمام سيلتيك. مبروك طبعا للاعب الفلسطيني الدولي عدي الدباغ أول بطولة ليه. كمان يا اخوانا طبعا مش هنتكلم دلوقتي على عدل القيعي ولا الكلام ده، احنا بس بنتكلم على الابطال. طبعا كمان فريق الغرافه يتوج بكاس امير دوله قطر بالفوز على الريان في اخر مباراه لمحمود تريزيجيه. وضع اللاعب فرجاني ساسي الهدف الاول قبل ان طبعا يعزز كمان اللاعب خوسيلو اللاعب القادم من ريال مدريد بهدف ثاني. لكن طبعا روجر وضع هدف التقليص من علامه الجزاء. في الدوري الاسباني وفي وداع اللاعب الملك طبعا اللاعب مودريتش يضع طبعا امبابي بيقود ريال مدريد بالفوز على ريال سوسيداد بهدفين مقابل لا شيء. طبعا يعني انا مع كل الاحترام فوز تحصيل حصل، لان خلاص طبعا برشلونه توج بالثلاثيه. كمان باريس سان جيرمان يتوج بكاس فرنسا بالفوز على استاد ريمز بثلاثيه نظيفه. طبعا وضع باركولا هدفين والمغربي اشرف حكيمي وضع الهدف الثالث. طبعا بقى اخوانا نختمها بقى ب طبعا الرابطه وشكوى بيراميدز، وطبعا رابطه الكرفس اللي انا اصلا يعني قرفت اجيب سيرتها. لكن خبر ضحكني قوي ان المجلس الاعلى للاعلام طبعا اعلن ايقاف رضا عبد العال لمده اسبوع. مع احترامي للاهلي ومع احترامي لاخواتي الاهلاويه، طب هو اللي بيعمله اللي عمله عدل القيعي ده ايه؟ هجوم عنيف طبعا على رئيس لجنه المسابقات، واللي لجنه المسابقات بتدي توصيات ما بتديش قرارات. طب ما كناش بنسمع الكلام ليه ايام الترزي عامر حسين يا عادل واقعي؟ قلتها لك قبل كده والله. انت كل ما بتكبر كل ما بتخرف، مع كل الاحترام لكل اخواتي الاهلاويه. شوبير اللي كل شويه بيتكلم عن الزمالك في قناه الاهلي ده ايه؟ مش هنقول سيكا، خلاص سيد عبد الحفيظ كده كده خلاص، ده حاجه تانية، ده حاجه تانية مع نفسه. لكن بجد والله فين العدل؟
مش هنتكلم برضو على مباراه بيراميدز اللي طبعا مش عايزين ياجلوها، ومش خلاص يعني كده كده احنا رابطه الكرفس اصلا التي لا تعرف العدل. وطبعا يعني كلمه بيتسو موسيماني وفريرا اصبحت صح، ان مفيش مسؤول ومفيش كفاءات اصلا، مفيش ناس في مصر بتفهم كوره مسؤولين للاسف. طبعا يا اخوانا رفض المحكمه الدوليه الامر المستعجل، ده طبعا يعني انا احيي طبعا المحكمه انها رفضت الامر المستعجل، لان طبعا الزمالك بعد رده، وحتى الان رابطه الكرفس ما بعرتش ردها، وكمان بيراميدز بعد رده. طبعا النادي الاهلي هيبعت رده النهارده او بكره. طبعا لسه اتحاد البطيخ في البطاطا خالص، ما فيش خالص. فهنقول ايه يعني؟ بجد والله الكره في مصر اصبحت عامله زي، مع كل الاحترام، زي البلاعه والمحتاجه اللي يسلكها. دي الكره المصريه للاسف مستنقع، مستنقع، صفر صفر منافسه، صفر عداله، 100% بزراميط، 100% هطل، 100% طبعا لعب باللوائح وطبعا ما فيش لوائح اصلا. يعني لو هنتكلم فين اللوائح؟ الناس اللي بتتكلم عن اللوائح يعني لا تعليق طبعا عن كل اللي بيتقال، يعني كل اللي قلناه، فمش هيعمل حاجه، مش هيزود للاسف ولا هينقص. طبعا يا اخوانا يعني دي كانت نهايه اخبارنا. اتمنى يا رب طبعا ما كنتش تقلت عليكم. اتمنى طبعا يا اخوانا كمان بنهني جماهير الاهلي طبعا زي النهارده 25 مايو 2024 تتويج النادي الاهلي. كان العام الماضي تتويج النادي الاهلي ببطوله افريقيا رقم 12 في تاريخه بفوزه على فريق باب سويقا الترجي بهدف وحيد وضعه اللاعب رامي ربيعه. طبعا مبروك لكل اخواتي الاهلاويه، واتمنى يا رب ما كنتش تقلت عليكم. حفظ الله فلسطين. ونختم بخير الختام، وهي الصلاه والسلام على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم منا خالص التقدير والحب والاحترام. شكرا، السلام عليكم. Go, 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 we can go right now. Go.